هو انا اللي سجلت ولا حد تاني ولا ايه؟ ولا مش انا ولا ايه؟ ماشي، المهم ان هو بيسجل يعني. لايف. اوكي تمام. ست ماشي، سجل عندك. اعمل ريكوست تسجيل. ما هو انا عايز اسجل برضه والله. هو التسجيل فين؟ اوبشن. اه، ما هو بيسجل اهو يا شباب. هو بيسجل خلاص تمام. خلينا نبدأ كده، وعايزك تكون مركز النهارده. عايزين يكون كالعادة بتاعتنا ان انت مفيش ميتنج انت بتدخله التارجت بتاعك هو تارجت انك انت راجل تفهم اللي احنا بنقوله، مش انك انت تسمع اللي احنا بنتكلم فيه. يعني التارجت بتاعك من التدريب النهارده هو الفهم وليس السماع. تمام؟ طيب ده معناه ايه؟ معناه انك انت النهارده كراجل ما ينفعش يكون عندك سؤال ولو تفصيلة صغيرة قد كده ما تسألش عليها. لازم يكون كل سؤال او كل حاجة في دماغك لازم تكون انت شخص بتسأل عليها. حتى لو انت شايفها تافهه، حتى لو انت شايفها تافهه، لان هي ممكن تكون تافهه من وجهة نظرك، لكن ممكن تأثر على نتائجك سواء بالسلب او بالايجاب. تمام؟ علشان كده عايزك تكون مركز النهارده، معاك النوت بتاعتك، اقرا، اكتب كل حاجه. عايز اقول لك نصيحه: لو اعتمدت ان في تسجيل هينزل وهتاخده وتعمل الكلام ده، صدقني انت لا انت سامع التسجيل ولا انت هتركز في اللي انت قاعد فيه دلوقتي، ولا كأن المحاضره دي ما كانها ما كانتش اصلا موجوده من الاساس. تمام؟ طيب عايزين نبدأ نركز كده مع بعض في بعض الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها. اول قاعده احنا بنشتغل بيها هي يا شباب في البيزنس بتاعنا: لو اي استراتيجي انت لاول مره تتعلمها مستحيل تطبقها على الحقيقه. دي اول قاعده لازم تحطها كده وتبروزها وتحطها وراك وقدامك ومنين ما انت ماشي. مستحيل تتعلم حاجه، حتى يا هاني لو انا بعرف اشتغل اصلا وعندي درايه بالشغل، حتى لو الكلام ده ليه؟ اللي جاي بيعلمك استراتيجي هو اختبر كل حاجه فيها. انت اللي محتاج تبدا تختبر. اهو يا جماعه انا اعمل لكم التسجيل على طول. انت اللي محتاج تختبر الاستراتيجي دي، مش الشخص اللي بيعلمها لك. لذلك انت اي حاجه بتتعلمها رقم واحد انت لازم شخص النهارده تكون بتعمل ايه؟ لازم تكون بتعمل حاجه واحده بس، وهي تطبقها على الديمو عندك. تمام؟ طيب رقم اتنين، انت النهارده راجل عايز يتعلم البيزنس. اوكي، انت راجل عايز تتعلم البيزنس. لو انت شخص النهارده عايز تتعلم البيزنس لازم تبقى فاهم ان البيزنس ده هو ليه طريقين. اما انك انت، وده السؤال المهم لازم تساله نفسك: هل انت بتتعلم البيزنس عشان تكون انت المحلل، انت الخبير فيه، ولا عايز تتعلم تكسب من البيزنس؟ علشان لو انت جاوبت السؤال ده هتحدد حياتك اللي جايه كلها في الشغل ده. تمام؟ لو انت النهارده الشخص اللي هو بيتعلم وعشان يبدأ هو اللي يحلل والكلام ده كله، ده عادي جدا، بس اعرف ان الموضوع هياخد منك وقت طويل. بس لو عايز نصيحتي، ابدأ بانك تتعلم تكسب من الشغلانه دي. تمام؟ لا، اتعلم الاول تكسب منها الاول. نفسيتك لو حلوه، لو نفسيتك حلوه، على فكره هتكسب، هتتعلم كويس جدا. يعني لو انت كسبان هتتعلم كويس جدا. تمام؟ وهتعرف تشتغل كويس جدا. طيب النقطه رقم اتنين: انا عشان اكسب، طب اعمل ايه دلوقتي؟ بص يا سيدي، عشان تكسب ريح دماغك. اعمل ايه؟ امشي ورا حد ناجح. باختصار شديد، بطل بقى الايه الحد بتاعك اللي انت بتعمله والتاتش بتاعك، وانا عايز احط دي واحساسي ومش احساسي. احساسك ده حضرتك بيكون يعني بينك وبين الاولاد، بينك وبين المدام، بينك وبين خطيبتك، بينك وبين والدتك والدك، كده يعني. انما الشغلانه دي مش بالاحساس. اوكي؟ الاحساس حضرتك ده بيتركن فين؟ على باب يعني. انت داخل تقعد على الجهاز دلوقتي او اركنه بره الجهاز، ولما تطلع هتلاقيه واقف مستنيك، البسه وامشي. اوكي؟ فاحساسك ده اركنه على جنب. الشغلانه دي مش بالاحساس. اوكي؟ احساسك هيستناك، ما حدش ياخده غيرك يعني. تمام؟ طيب اعمل ايه؟ يبقى امشي ورا حد هو ناجح. طب لما امشي ورا حد هو ناجح، خد بقى الثالثه، النصيحه الثالثه دي: فكك من اي حد في الماركت. اه فكك من اي حد في الماركت. تشغلش بالك. يعني واحد دهاني يبقى انا ماشي وراه عامل اسمها استراتيجيه، اسمها مثلا خلطبيطه بالزبادي مثلا، امشي وراه؟ مش بتكسب، مش بتعلمها، خليك في ورا الخلطبيطه بالزبادي. طب اتعلم ده، انا سمعت واحد بيقول في طريق، فكك ابعد عنه. ركز في حاجه واحده بس عشان تعرف تتعلمها. طيب تنصحنا هنا اتعلم استراتيجيه واحده ولا اتنين؟ اتعلم اتنين، بس اتقن واحده الاول وبعد كده اتعلم الثانيه. طب ليه الكلام ده؟
ما علشان في واحده منهم ممكن تقول لك، يعني مثلا اس ام سي ممكن تقول لك ان مناطق الدخول بتاعتك بعد 100 بيبس او 200 بيبس مثلا. ما على فكره ممكن استراتيجيات تانيه تطلعك للاولى او تنزلك سواء في الباي والسيل. اوكي، فانت لازم تكون محدد النقاط دي. طيب، نيجي بقى للجزئيه المهمه جدا، وهي ان البيزنس ده لو انت راجل عندك علم قوي جدا. بص، لو انت اعلم اهل الارض في البيزنس ده، حلو، وما عندكش اداره راس مال، انت مش هتكمل. انت مش هتكمل. وفي نماذج كتيره جدا احنا شفناها، الناس عندها علم حقيقي بس ما كملش عشان ما عندوش اداره راس مال. هل هو ما عندوش علم باداره راس مال؟ عنده بس ما بيعملهاش. انت النهارده لو علمك قد كده بس اداره راس مالك كده، هتنجح في الشغل ده. اوكي، والتزم دايما بالاسلوب بتاعك. طيب انا هقول لك على طريقه جربها. معلش هي ريسكي شويه بس جربها. ركز معايا. انت بتخسر ليه؟ علشان انت مش مرتضي النتائج اللي قد كده. صح ولا مش صح؟ انت بتخسر لانك انت مش شباب يعني اتفاعلوا معايا عشان ايه؟ يعني اقدر اقول ماشي. اه يعني حسسوني ان انتوا موجودين معايا. السلام عليكم، السلام عليكم. اه حلو جدا جميل. اه كده حسسوني يعني. بصوا من وقت للتاني عبارة اي حاجه على الشات يعني مش مهم. اوكي، بس عشان احس ان انتوا موجودين. ماشي يا رمون، قشطات يا ستي. تمام. اوكي طيب، ايه هي القصه كلها يا شباب؟ انك انت دايما بتدخل باداره راس مال، وده صح جدا على فكره، بانك انت مثلا بتدخل بكام؟ ب 10 سنت. فطبيعي جدا ان السعر مهما اتحرك، لو على الذهب، لو اتحرك على الذهب 100 بيبس فانت كسبان 10 دولار. طب لو اتحرك 10 بيبس على العملات فانت كسبان دولار. اوكي، الفكره كلها في إيه يا شباب؟ ان انت ما بترتضيش الكلام ده. اوكي، انت ما بترتضيش الكلام ده، انت ما بتبقاش راضي بالكلام ده. تمام. طب انا هقول لك على حاجه جربها، ولكن الطريقه دي لا تعتمد على الهبد بتاعك، ولا تعتمد على انك شغال ورا 100 واحد. اوكي، ولا تعتمد على انك انت ماشي بنظريه القرد، تمشي ورا ده شويه وده ورا شويه، ده شويه وده شويه، ده شويه وده شويه، ده قرد. ما تمشيش مع الكلام ده. اعمل ايه؟ اعلى باللط شويه وانزل بالهدف شويه. ها، تاني، تاني. اعلى باللط شويه وانزل بالتارجت شويه. يعني ايه؟ يعني مثلا بدل ما ادخل دلوقتي صفقه مثلا ب 10 سنت واحط. اوكي، بدل ما اعلى بالريسك يا شباب، يعني مثلا بدل ما احط الهدف 100 وانا داخل 10 سنت، اوكي، ممكن ادخل ب 30 سنت على 30 بيبس مثلا. فاهم الفكره؟ واضحه دي يا شباب؟ الجزئيه دي واضحه ولا ايه؟ تاني. حد مش واضحه معاه دي؟ حد مش واضحه معاه دي؟ يبقى انا ايه القصه يا شباب؟ اعلى باللوت شويه. بس بالمناسبه، ما واحد مش واحد يقول لك ايه، لا بقول لك ايه، ده هاني علمنا حاجه حلوه النهارده. ايه هي بقى يا حبيبي اللي انت اتعلمتها؟ هقول لك يا تيجي. إيه هي يا حبيبي اللي انت اتعلمتها؟ هاني قال اعلى باللوت شويه وقلل الريسك. فانا هعمل حركه حلوه قوي. ايه هي بقى الحركه الحلوه يا جميل؟ بص بقى، انا داخل على الدهب، حلو، انا هدخل بوان ستاندر. تمام. واحط الهدف بتاعي 10 بس فلما يطلع الطلعه دي هكسب 100 دولار. ما هو حضرتك بقى الاسطوب بكام معايا؟ ما هو انت برضو ايه، مش بتريسك، مش بتعلى باللط برضو بشيء غير عقلاني. لا اهدى استهدى بالله كده. يعني ايه حد يكبر له، حد يكبر في ودانك؟ يعني وقت ما تعمل كده هخلي حد يكبر في ودانك على طول. اوكي، يعني انا برضو بعلى بالريسك فين؟ في اطار اداره راس مالي برضو، مش اللي هو انا بخبط يا باشا في السقف. لا، ما هو حضرتك خبطه واحده وانت هتطير. اوكي، يبقى انا ما عملتش الكلام ده. بالظبط يا عبد الجبار، هي دي الفكره. ان انا ما بعلاش بالريسك بتاعي للدرجه العاليه يا شباب. انا برضو في حدود الدنيا التمام. وفي نفس الوقت انا ما بكونش ماشي مع ان انا ماشي ورا اكتر من حد وداخل من دماغي وكل الكلام ده. وده اللي انا اقصده يا شباب. تمام، هي دي، ما دي اللي انا اقصده يا ناس، ان انا معلاش بالنقطه دي. رقم ثلاثة والاخيره، او اللي انا عايز، او اللي قبل الاخير قصدي، عايز اقول لك انك انت اوعى تحرك الستوب من مكانه. اوعى، اوعى. الصفقات كتير،
يعني انا هعلمك السكانر النهارده هتشوفه. انت عندك كميه صفقات غير متناهيه. بص، لو عايز تاخد 100 صفقه في اليوم هخليك تاخد 100، لو عايز تاخد 200 هخليك تاخد 200. والله بدون مبالغه، لو عايز تاخد 1000 هخليك تاخد 1000. فانا عايزك تفهم ان الفرص كتير. يعني افهم ان الفرص كتير. اوكي، وهي اسمها فرصه، هي اسمها فرصه، يعني انا بنتظر الدخول المناسب. طيب ضربه الصبح فرصه وحشه، فرصه سيئه، فرصه وضاعت، فرصه وهتتعوض. مش انت بتقتل نفسك وراها، هو ما فيش غيرها حبيبي، هتيجي والله في غيرها كتير جدا يعني. اوكي، فانا مش عايزك تعمل الكلام ده بالظبط. فوات الم الربح اهون من الم الخساره، فوات الم الخساره. علشان كده عايزك تكون مركز دايما، للصب لا يتحرك. تمام. اوكي، وهنتكلم عليها دلوقتي، فكره للصب والكلام ده كله، وتكون ماشي باداره راس المال بتاعتك. خلونا ناخد دقيقه واحده بس عشان الاذان ونكمل. اوكي شباب، خلينا نكمل كده مع بعض. قول زي الصوت اوكي تمام كده. انا اللي فصلت كان الاذان بس باسم فوق الناس. الصوت تمام يا شباب؟ اوكي، خلينا نكمل كده مع بعض، وخلينا نركز بقى مع بعض كده يا شباب، عشان انا هخليك النهارده حتى لو انت شخص حتى مبتدئ، يعني لو انت شخص لسه بادئ البيزنس، هخليك انك انت بمشيئه الله انك انت تعرف تشتغل تاني وببساطه خالص. بس انا عايزك تكون مركز. الحاجه اللي يمكن هنشتغل عليها هي حاجه بتعتمد على الذكاء الاصطناعي. اوكي، ده مش معناه انك انت ما تعملش. اخر نصيحه عايز اقول لك عليها انك انت لازم تتعلم، لازم تحط برنامج تعليمي لنفسك سهل جدا. ايه هو؟ في بلان كده في التعليم حلو قوي يا شباب، امشي عليه. كل يوم اتعلم معلومه واحده بس، واحده بس، واحده بس، فقط فقط. ما تعلمش غيرها، ما تعلمش غيرها. طيب اقعد اتعلمها قد ايه؟ اتعلمها في 5 دقائق، بس طبقها في 20 ساعه عادي. يعني انا في ناس يا جماعه بيقعدوا يقول لك ايه، انا اتعلمت تعرف تعمل؟ لا، ما انا اتعلمت بس. لا، ده غلط. اتعلم الحاجه في وقت قليل وطبق كتير. يعني انت اتعلمتها، اوعى تنتقل لمعلومه تانية قبل ما تتقن المعلومه دي. هنا انت هتلاقي نفسك الموضوع لو انت مشيت بالبلان دي شهرين ثلاثه انت هتبقى برنس في الفوركس. اوكي، يعني شهرين ثلاثه بالكتير وانت راجل هتكون يعني برنس البرانيس في الفوركس ان شاء الله. اوكي، خلينا نبدا، يلا بينا نستعد. تريدنج فيو. اوكي، الشاشه ظاهره كده يا شباب؟ الشاشه ظاهره ايه؟ اوكي، تعالى نبعد عن الذهب اللي مزعلكم ده، او خلينا عند الذهب اللي انتوا بتحبوه. انا مش شغال، ما بحبش اشتغل عليه بصراحه. اوكي. طيب خلينا نركز مع بعض. بصوا يا شباب، القصه كلها في بعض الكونفرميشن. الفكره كلها في بعض الكونفرميشن. طيب في حاجه معينه عايز اوضحها لك، ان احيانا مناطق الدخول اللي السكانر بيديها لك هي ممكن تكون متعارضه مع استراتيجيه معينه انت بتشتغلها. فده مش معناه ان السكانر غلط او استراتيجيتك انت نفسها غلط خالص. هي مناطق الدخول هي اللي مختلفه. يعني يمكن لو خدتوا بالكم من هنا كده، راح فين؟
ثانيه واحده. اوكي اتمسحت خلاص. طيب كان في يمكن كان في سيت اب للتريده من شويه هنا كده، كان دي منطقه الدخول بتاعتها هنا كده، والاسطوب بتاعها كان هنا، وده كان الهدف بتاعها بالظبط هنا كده. اوكي. خد بالك ان منطقه الدخول والستوب والكلام ده كان منافي جدا لفكره، فكره عمل الاسكانر. اوكي، ولكنها هي برضه استراتيجيه هنتعلمها بعدين، او هتضاف ان شاء الله للاسكانر بعدين. بس انا عايز اقول لك ان مش معنى ان انت شغال على استراتيجيه معينه ان ده مناطق دخولك غلط او الكلام ده خالص، بس انا حبيت انوه على النقطه دي. يلا بينا علشان نبدا كده. بص يا شادي، مش النفط بس، لو انت اسمك موجود على التريدنج فيو ينفع تشتغل بالسكانر عليه. يعني لو اسمك نفسه، لو التراب عملوا له شرط هيشتغل عليه، حتى لو القهوه دي. اوكي، البيتكوين، اي حاجه، مؤشرات، اي حاجه السكانر شغال عليها بنفس الطريقه اللي هقول لك عليها. اللي انا هعلمه لك النهارده مش الحاجه الادفانسد قوي في السكانر، انا هعلمك بعض الاساسيات اللي عايزك تركز معايا فيها ان شاء الله. بص يا سيدي، اول هام خالص، انت عندك انك بعض الحاجات اللي انت لازم تكون فاهم بيها. انت شخص لازم تمشي مع الاتجاه، لازم تمشي مع الاتجاه. يعني انت النهارده الاتجاه عندك دلوقتي صاعد. اوكي، انا دلوقتي والله عندي الاتجاه بتاعي دلوقتي صاعد. انا ما ينفعش يبقى الاتجاه بتاعي مثلا عامل كده، اوكي كده، وانا اروح داخل بيع. لا، ده ما ينفعش. يعني ما ينفعش اروح داخل بيع من هنا. طب ما اعمل ايه؟ لا، انا طالع مع الايه، مع الموجه معايا. طب انا كشخص مبتدئ هنا اعمل ايه؟ ركز معايا بس يا سيدي. اول حاجه خالص النهارده الشباب لما تيجي تدخل على السكانر، انت بتبدا تبص على حاجتين. رقم واحد، انت عندك خط الترند العام ده. الخط ده لونه إيه يا شباب؟ خليكم معايا بقى واحده واحده، يلا بينا كده. وقت التفاعل جه على اي تايم فريم يا محمد، اي تايم فريم هيشتغل معاك. حلو. خ... ايه لونه، ايه لونه تاني؟ لونه احمر، تمام. طالما انت عندك هنا خط ده الترند ده لونه احمر، يبقى انا ببعد عن الشراء خالص. اوكي، مجرد ما الاقي الخط الترند العام عندي احمر انا ببعد. حوالي 5 شروط الله، مش كتير يعني، انا اخدهم سريعا اصلا. يبقى انا اول حاجه، اول ما اشوف الخط ده احمر يا شباب انا ببعد، انا بشيل فكره الشراء من دماغي خالص. امال انا بدور على ايه؟ بدور على كل ما هو بيع. تمام. تمام طيب. ايا كان التايم اللي انت بتشتغل عليه، ايا كان التايم اللي انت بتشتغل عليه، ما هو شغال على اي تايم مهما كان هو. طب انا هديك بقى نصيحه تانيه قويه جدا. بص يا شباب، شايفين ده؟ شايفين ده كده؟ ده يا شباب المافي ده دايركشن. اوكي، هي ايه قصته؟ هو بيدي لك الاتجاه العام على كل تايم. يعني انت دلوقتي لو رحنا على الدقيقه هتلاقيها هابط، على 5 دقائق هابط، على ربع ساعه هابط، نص ساعه هابط، الساعه هابط، ال4 ساعات هابط. طب على اليومي صاعد. يعني لما تلاقي النقطه دي حمراء قصاد اي تايم فريم معناها ان التايم ده حالا هابط. طب لو لقيتها خضراء التايم ده صاعد. طب لو لقيتها احيانا بتلاقيها جراي كده، اوكي، ده معناها ان انت في مرحله كونسوليديشن. واضحه الجزئيتين دول؟ لو واضحه بقى واحد كده، رقم واحد على السريع. عايزين نكون اسرع كده يا شباب عشان ايه؟ الصوت في حاجه يا شباب؟ ايه يا محرم عشان انت اللي ظاهر قدامي. يبقى عندك يا ناس، تمام كده. اقوى تريده تدخلها يا شباب، اقوى تريده تدخلها فعليا لما يكون كل الاتجاه عندك لون واحد لحد ال4 ساعات على الاقل، لان احنا كده كده بنشتغل انترا داي او سكالبنج، قليل جدا منكم اللي بيشتغل سوينج. اوكي، يعني اللي عندي ال4 ساعات، لو انا دلوقتي دخلت تريده وانا عندي من اول الدقيقه اليومي ال4 ساعات هابط، اعرف ادخل ده لان انت اصلا دخولك يومي، دخولك انت بتدخل سريع، بتاخد كعدد بيتس معينه وتطلع، فممكن اتجاه الهابط في الصاعد في اليومي مش هيفرق معاك قوي دلوقتي. اوكي. طيب تعال نشوف بقى ايه هي الشروط بتاعتي اللي انا اقدر اعتمد عليها. بص يا سيدي، اول حاجه يا شباب، في منطقه ابعد عن الدخول منها. في منطقه ابعد عن الدخول منها. كم منكم يا شباب بيخسر فلوس بسبب منطقه الكونسوليديشن؟ يعني في ناس كتير يا شباب تخسر فلوس بسبب المنطقه بتاعت الايه؟
الكونسوليديشن. وهي عباره عن ايه؟ هي عباره عن ان السعر بينزل كده هنا، بينزل شويه هنا ويروح طالع كده، ويروح نازل كده شويه، ويروح عامل كده، ويروح عامل كده، ويروح نازل كده، ويروح عامل هنا وطالع هنا. دي يمكن اكتر المناطق اللي انت فعليا بتخسر منها فلوس. طب انا هنا دلوقتي السكانر هل هو يقدر يوضح لي منطقه الكونسوليديشن؟ في حاجتين. رقم واحد، انك هتلاقي خط الترند على التايم فريم اللي انت شغال عليه هو هنا لونه جراي، معناها بيقول لك انت في مرحله كونسوليديشن. طب رقم اثنين والمهم بقى والاهم من فكره الترند، هي دي يا شباب، المنطقه دي كده. انت هنا في منطقه كونسوليديشن اهي. طب عرفناها منين؟ بعينك هتعرفها ازاي؟ تعال نشوف كده عرفناها ازاي. بص يا سيدي، اول ما تلاقي الشموع في المنطقه البيضاء ما بين الويف الزرقاء دي والزرقاء دي، والشموع راكبه على الاثنين ترند الصغيرين دول، اعرف ان انت في مرحله كونسوليديشن. واضحه دي كده؟ واضحه دي كده يا شباب؟ يلا بينا. يعني لما تلاقي بالمنظر ده كده، لما تيجي تلاقي الموضوع عندك بالشكل ده كده، انت كده في مرحله كونسوليديشن ابعد عنها، اللي هي المنطقه اللي انت شايفها دي كده. اوكي، ابعد عنها خالص. تمام. اي كلام، مش فاهم اللي بالانجليزي. ما فيش اي انا بتكلم عربي. طب كلامي ايه طيب؟ يعني اكتبي لي حتى الجمله كده وانا احاول وانا اترجم، ماشي. اوكي. طيب دي بقى دي كده طيب. يعني ايه؟ مش فاهم السؤال يا بس يا باسم. يعني ايه لما يكون ازرق في المنطقه اقف فيها؟ لا يعني لما تلاقي الشموع بالمنظر ده كده بس يا باسم، معناها ان انا ما ادخلش. لا، ما الكلام ما في ناس انا مش فاهم بصراحه يا روجينا. منطقه الايه؟ ايه الديكريليبت؟ ما مش فاهم يا بابا روجينا، معلش. بالظبط يا سيدي، دي ما فيش استقرار في الاسعار. طيب يلا بينا نشوف ايه هي الشروط بقى يا شباب اللي انت تقدر هتعتمد عليها بسهوله جدا. بص يا سيدي، اول هام خالص يا شباب، التقاطع اللي حصل في المنطقة دي هو أقوى تقاطع أنت هتشتغل عليه. المنطقة اللي فيها الشموع يعني مالها؟ دي المنطقة اللي هنا الترند، اللي هو المنطقة دي كده، طول ما أنت شايفاها في المنطقة البيضاء هنا دي كده، أنا ما أدخلش عليها. يعني طول ما هي ما بين الماني لاينز، ما بين خطين الماني لاينز دول، أنا ما أدخلش. اوكي. يعني طول ما انت شايفهم بالشكل ده كده، وهنشوف امثله تانيه دلوقتي، ما تدخلش انت كده في مرحله كونسوليديشن. كمان هتلاقي ان خط الترند العام كله برضو ايه، عمال الشموع فوق. اوكي. طيب نيجي بقى، بص هنا يا شباب، اول هام خالص المنطقه التقاطع اللي حصلت دي كده، التقاطع ترند السنويين دول مع الترند العام ده هنا في المنطقه دي اقوى منطقه تدخل فيها. مرحله اللي هي المنطقه العرضيه، يعني الكونسوليديشن يعني منطقه عرضيه. يعني يعني السوق مش واخد اتجاه، يعني لا هو صاعد ولا هو هابط، هو ماشي في منطقه عرضيه كده. بالظبط. منطقه عرضيه اللي هو ماشي بالشكل ده كده. وراح فين البتاع ده؟ اهو تلاقيه السعر شويه طالع كده وشويه نازل كده، شويه طالع كده وشويه كده. ممكن تشتري من المنطقه دي؟ لا طبعا. بالظبط يا عصام. ممكن تشتري منها؟ لا، هي ليها استراتيجيه تانية، يعني ممكن اقولها لكم سريعا ولا بلاش منها، عشان ما بلاش تشتغلي بيها هتتعبك يعني الفكره كلها يا شباب، لو انت عايز تشتغل في المنطقه العرضيه لازم تكون فاهم حاجه، ان دي المنطقه بتاعتك اهو، مع العلم ان هي مش محتاجه ان انت تشتغل فيها اصلا. بس بص، انت النهارده دخلت مثلا بتدخل سلم من هنا، تمام؟ الهدف اخرك هنا. طب الستوب هيكون فوق البوكس هنا. طيب طلعت من هنا، خدت باي، الستوب بيكون تحت البوكس هنا، وهدفك اخر البوكس هنا. طيب نعمل، تفضل ماشي كده، مع اول ستوب بيتضرب لك تطلع من السوق. اول ستوب بيتضرب اطلع من السوق. خلاص ارتاح. مع العلم انا بقول لك ما تشتغلش فيها، اريح لك يعني. طيب اكتب بقى معايا كده، في حاله البيع. في حالة البيع، يعني لو أنا عايز أدخل صفقة بيع، إيه هو الشروط؟ الشرط رقم واحد، خط الترند العام يكون لونه أحمر. اكتب بقى الشروط معايا. خط
الترند العام يكون لونه احمر. رقم اتنين، الاتجاه العام على التايم فريم كله كده يكون لونه احمر لحد ال4 ساعات على الاقل. يعني خدت بالكم يا شباب اللون الاخضر ده اللي اتحول اخضر ازاي؟ معناها ان هو بيقول لك ان هو بدأ على الدقيقه يبقى صعب. اوكي، بس ما علينا من دي. يبقى اول حاجه خالص ان يكون عندي الخط الاتجاه العام لونه احمر ده كده. اوكي، ويكون الاتجاه العام بتاعي يكون لونه احمر برضه. تمام. طيب نفترض دلوقتي الصوت فيه مشكله يا شباب. مجدي عندك انت يا مجدي؟ عندك انت يا مجدي؟ طيب نفترض يا شباب انت راجل شغال. اه ممكن يتغير عادي يا روجين. يعني هنا مثلا بيعمل لك الدقيقه احمر واخضر. هو بيقول لك ان معناها الشمعه لسه ما قفلتش، ان هتلاقي السرعه عمال بيتحرك زي ما انت شايف كده. هو بيغير مع اغلاق الشمعه، يثبت مع اغلاق الشمعه. طيب بص كده يا شباب، اول هم لو انا شغال على ربع ساعه، يبقى كل اللي يهمني ان ربع ساعه والنص ساعه والساعه وال4 ساعات يكونوا هابطين. يعني لو انا شغال على ربع ساعه مثلا، المهم من اول ربع ساعه لعند ال4 ساعات في نفس الاتجاه بتاعي اللي هو الهابط. طب رقم ثلاثة، الخط الازرق يكون قاطع الخط الاحمر لتحت بالشكل اللي انت شايفه ده كده. الخط الازرق يكون قاطع الخط الاحمر، الخط الازرق قاطع الاحمر اللي تحت زي ما انتم شايفين كده. واضحه دي كده؟ الى الان كتبتوا ال4 حاجات دول؟ ثلاثه. الثلاثه ماشي. اوكي، رقم واحد يا شباب ان خط الترند العام بتاعي ده لونه احمر. رقم اتنين ان اتجاه الترند اللي من اول الفريم اللي انت هتشتغل عليه، يعني من اول اللي انت هتشتغل عليه لعند ال4 ساعات يكون هابط. تاني اوكي، يكون اتجاهه هابط. طيب دي كده الشروط بتاعتك. رقم 4 بقى، ركز معايا. في عندك حاجه اسمها الRSI مثلا يا شباب، ممكن تشتغل انت عليها، او دي حاجه دي انا عاملها انا برضو اعدادات خاصه بيا انا بالسكانر، بس للاسف مش هتعرف تظهر عندكم ده حاليا يعني. بس انت ممكن تجيبها بالRSI عادي، ايا كان هو العادي او او سكالر، ايا كان اللي انت هتشتغل عليه. المهم ان انت في حاله البيع يكون خط الRSI تحت ال 50%، اللي هو الخط الحته دي اللي هي المنطقه الحمراء دي فيما تحت. انا مش بقول لك منطقه حمراء عشان دي مش هتلاقي ظهر عندك بنفس الاعدادات لو انت جبت الRSI العادي. يبقى انت عندك خط الاسود ده يكون تحت ال 50%. ده عشان هنا بيقول لك بيأكد عليك عمليه ان في هنا عمليه بيع. واضح كده يا شباب؟ تمام. نيجي بقى لنقطه مهمه جدا، ودي برضو تكنيكال شويه، وهي ايه؟ نفترض يا هاني ان كل الكلام اللي انت قلته ده حصل، ولكن حصل جوه المنطقه البيضاء دي. يا شباب طول ما السعر منحصر ما بين منطقه الماني لاينز، يعني دي كده اسمها الماني لاينز يا شباب، هما الويف الزرقاء دي كده اسمها الماني لاينز، او خط الفلوس. وهقول لك ليه دلوقتي. طول ما الشموع بتقفل بجسمها جوه المنطقه البيضاء، انت اللي بتبيع ولا بتشتري. يعني هنا مثلا الاغلاق هنا حصل في الحته دي كده، انا هنا مش هبيع ولا اشتري لسه. ليه؟ الاغلاق حصل جوه الماني لاينز، هو مش واضح بالشكل اللي معايا، لكن مجرد ما الشمعه دي اصلا اغلقت هنا على الماني لاينز انا داخل تاني. انا هدخل من هنا من عند الشمعه دي السوق. وضحت كده يا شباب ايه هي الشروط بتاعتك؟ وهقول لك تقدر تدخل السوق تاني ازاي، وازاي الصب والهدف وكل الكلام ده. الى الان واضح يا شباب؟ الى الان واضح. هو البتاع هيبقى تقدروا تراجعوا تاني يعني. جميل جدا. طيب يبقى انا هنا ما ينفعش ادخل. ايه هو؟ طب يا رجينا واكتبه لي، او ايه اللي مش واضح معاك انا اوضحه لي. يبقى انا هنا يا شباب ما ينفعش باي مقياس من المقاييس ان طول ما الشموع جوه الويف البيضاء او المنطقه البيضاء دي ان ادخل. انا هنتظر ان هو يقفل على الماني لاين ده بالشكل اللي انت شايفه ده كده. تمام. هو ايه ده يا شباب اللي حصل؟ اوكي تمام. نيجي بقى، يبقى انا هنا عندي في الRSI.
لا، ما هو انا قلنا بقى، ما هو انا هنا منتظر التقاطع حصل من فوق. طب بص يا شباب، انت هتعرف منين اصلا ان الخط الازرق قاطع الاحمر؟ انا اعملها لك بشكل مجرد عينك هتشوف. بمعنى ايه؟ بصوا كده. شايف انت هنا كده، اول ما تشوف ان في علامه الكروس الحمراء دي، اعرف ان الخط الاحمر هو الخط الازرق هو القاطع اللي تحت. يعني انت يعتبر داخل على منطقه سلم. يعني انت اول ما تشوف الكروس الحمراء او الزائد الحمراء دي، اعرف انك انت كانك مهيئ للبيع. واخدين بالكم؟ يعني انت لو جينا رجعنا حتى للشارت كده، بص هتلاقي اول ما الخط الازرق هو اللي بيطلع تحت، تلاقي في علامه كروس بتظهر حمراء فوق. تمام. طيب لو جيت خدت بالك هنا، لما حصل الكروس اللي فوق، الازرق هو اللي بقى فوق، كانه بيقول بيهيئك لعمليه الشراء، ففي علامه زائد او كروس خضراء ظهرت تحت. يعني برضه عشان تبقى فاهم، مجرد ما عينك تشوف تبقى انت عارف ان في كروس اصلا ولا لا. تمام. واضحه كده يا شباب ولا لا؟ طيب نيجي بقى لنقطه تانيه يا شباب. لو احنا دلوقتي بنقول ان كل حاجه عندي حمراء، وان انا مهيأ والكروس حصل. بالظبط يا جداوي. لا، لازم اتفاداه. هيتعبك على الفاضي. هو ليه استراتيجيه يعني. عايز اقول لك على حاجه. يعني انا بحب المنطقه العرضيه جدا جدا جدا، وبحبها الطول جدا. ليه بقى؟ دي بعدين هتبقوا تعرفوها. يعني انا هتيجي مرحله والله هخليك تعشق المنطقه العرضيه، مش تحبها، تعشقها. هخليك تتمنى ان السوق كله منطقه عرضيه اصلا. بس خلينا بعدين. المهم، بصوا بقى يا شباب، تعالوا نركز في نقطه، وعايز اسالكم سؤال كده عشان اشوف انتوا فهمتوا مني ولا لا يا شباب. انا دلوقتي عندي كروس حمراء حصلت، الخط الازرق قطع الاحمر، قطع الاحمر لتحت. اوكي، هل معنى كده ان مجرد ما الكروس ده حصل يا شباب اقدر ابيع؟ ينفع ابيع هنا؟ ليه؟ طيب ليه؟ ليه ما ينفعش؟ جميل جدا يا شباب. بص بقى، ركزوا في النقطة دي. حلو قوي الكلام ده. كلكم صح. بالظبط يا طلال، حلوه الحته اللي انت خدت بالك منها. بص يا شباب، لازم كل الكونفرميشن تكون واضحه معاك، بس انت برضو ما ينفعش تاخد الكلام اللي هو كده وخلاص وارميه وخلاص. لازم تشغل شويه دماغك شويه. بالظبط. شمع التاكيد يا محمد. بس انا عايز اقول لك على حاجه. شايف انت ان الكروس كله حصل فين في النقطه دي؟ يعني الكروس كله يا شباب حصل هنا، في الجزئيه دي. ايه ده؟ هنا. صح. لما حصل كروس في الحته دي يا شباب، اللي عايزك تركز معايا في حاجه، ان انت اصلا برضو مش هتبيع طالما ان لسه ان الخطين دول ما عملوش اغلاق تحت ده. ليه؟ لان انت هنا هتلاقي مازال الخط ده لونه ازرق اصلا. اوكي، يعني انت لو جيت هنا، لو جيت شفت ده كله وده احمر وكل حاجه، وانا المفروض ابيعه. هقول لك دلوقتي ان انا المفروض ابيع والكلام ده. لا، لو الخطوط دي، لو خطين الترند السنويين دول قريبين من الترند العام ده هنا بالشكل اللي في النقطه دي، انت برضو ما تبيعش. طب تعمل ايه بقى؟ تنتظر الاغلاق. تنتظر على الاقل، على الاقل، وان كنت عايز الصح جدا، ان يظهر المثلث ده مع العلم ده. عارف ده معناه ايه؟ معناه ان كل التاكيدات بتقول لك انا بيع. خلاص بيع. معناها ان الخطوط كلها تم اغلاقها تحت الترند العام. واضحه الجزئيه دي يا شباب كده؟ لكن انت بعيد الخط ده هتلاقي انت مش محتاج الجزئيه دي، بس كان محتاج ان انا اوضحها لك. طيب انا بقى جيت ان انا بعت. اوكي، يعني تعالى نتخيل كده ان انا راجل بعت. بعت مثلا من هنا. بعت من هنا مثلا. تعال نتكلم ان انا راجل وبعت من المكان ده كده. بص يا سيدي، من هنا. بالظبط. انا هتلاقوا هحط لكم علامات على كل حاجه والله يا شباب عشان تسهل عليكم الامر يعني. تمام. طيب الستوب بقى فين؟ انا دخلت مثلا من المكان ده كده بالظبط. الستوب فين يا شباب؟
طالما انت قريب من منطقه الموفنج ده يا شباب كده، خلي الستوب فين؟ خلي الستوب لو انت عايز تقدر تخليه مثلا هنا كده، فوق الهاي دي كده، هنا اوكي. او كون ان هو يكون فوق الاتنين ترند او المنطقه دي كده بالمنظر ده كده. طب الهدف بتاعي، بص يا شباب، ركز معايا. هتشتغل الهدف 1 ل 3 كده، 1 ل 3 بالمنظر ده. تمام. تمام. يعني الهدف مبني على فكرة الستوب، ولكن عند تحقيق الهدف الأول لازم تأمن التريدة. ما هو العلم اهو ظاهر قدامك يا شباب، والمثلث اهو. تمام. يعني انت هتلاقي في حاله السل العلامات كلها حمراء، وفي الباقي هتلاقيها كله اخضر. يبقى انا لازم يا شباب عند الهدف الاول لازم امن التريده بتاعته. واضح كل الكلام ده يا شباب؟ واضح. العلم هنا هتلاقيه في الجزئيه دي. بص يا شباب، فكره العلم هتلاقيه ظاهر امتى؟ لما يحصل، او المثلث ده يا شباب والعلم هتلاقيهم بيظهروا عند الكروس للترند العام. هو بينبهك ان انت هنا في منطقه يعني ما تستعجلش في البيع فيها. هي لو انت بعت منها صح، بص هتركب الصاروخ مع الترند، بس لازم تركز فيها. الستوب يا شباب طالما انت قريب من الترند بالمنظر ده كده، خليه فوق الترند بشويه. 5 6 3 4 بيبس، 5 بيبس مثلا ولا حاجه يعني. اوكي، خليه في المنطقه دي. لسه هنتكلم تاني على الستوب لوس. طيب نيجي بقى لنقطه مهمه جدا، وفي سؤال مهم جدا يا شباب. هو انا ليه ما باخدش، ليه النهارده كشخص النهارده ما باخدش كل النزله اللي بتحصل دي؟ مين بيواجه السؤال ده جوه دماغه يا شباب؟ مين بيواجه السؤال ده جوه دماغه يا شباب؟ هو انا ليه ما باخدش النزله دي او الطلعه دي كلها؟ هقول لك ايه. السؤال بسيط جدا جدا، انك انت مش شغال على مافي سكانر بس. بالمناسبه يا شباب، كلمه مافي هي بالتركيه معناها ازرق. اوكي. ف انا بقول يا روجينا، ليه النهارده انت ما بتاخديش كل الهبوط اللي بيحصل او كل الصعود اللي بيحصل؟ لانك انت مش شغال على مافي سكانر. بص يا شباب، لو انت داخل تريد زي دي، هل انا اطلع من السوق منها؟ هقول لك على مرحلتين. الرقم واحد، اطلع بالهدف الاولاني اساسي. طب الهدف الثاني بتاعك تقدر تسيبه امتى بقى؟ طول ما الشموع داخل الماني لاين انا مكمل في التريد. مركزين معايا يا شباب؟ طول ما الشموع داخل الماني لاين انا مكمل فين؟ مكمل في التريد. ده بمعنى ايه؟ بمعنى كل ما السعر زي ما انت شايفه نازل 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 هنا، انا مكمل مع التريده وخدت النزول ده كله. طب اطلع منها امتى يا هاني؟ عند اول اغلاق لشمعه في المنطقه دي كده، يحصل كروس واغلاق شمعه في المنطقه الزرقاء دي كده، اللي هي هتلاقي الشمعه دي اهي، دي كده. اوكي، في المرحله دي انا بطلع من الحته دي. اوكي. طيب، هل ينفع ارجع ادخل السوق تاني في نفس الاتجاه؟ عادي جدا. ازاي؟ هنا لما حصل نفس الفكره كلها، حصل اغلاق شمع عند الماني لاين هنا. طب بص بقى معايا، لو انا جيت دخلت من المنطقه دي كده، من هنا كده، حصل اغلاق اهو على المان لاين والشروط بتاعتي مكتمله. الخط الازرق قطع الاحمر لتحت، خط الترند العام هابط، كل هنا كله هابط. هنا عندي منطقه الار اس اي في منطقه تحت ال 50% فيما تحت. انا في كل بالنسبه لي اوكي جدا. هدخل. طب الصوب بتاعي فين؟ في منطقه زي دي هنا يا شباب. انت شايف منطقه هنا كده صح؟ ومنطقه الترند، حط الصوب بتاعك في الحته دي كده، فوق المنطقه العرضيه اللي هنا دي كده. اوكي. ونفس الكلام تروح نازل برضه زي ما قلنا، 1 ل3 اهو. هتلاقي نفسك جبت الايه؟ الهدف بتاعك ودخلت تاني. تمام. تمام. طيب لو انت كنت خدت الهدف الاول وكملت في الهدف الثاني، كنت هتطلع فين؟ هتطلع عند اغلاق الشمعة دي هنا في المكان ده. طيب هنا بقى ركز بقى معايا. هنا في الشموع في الجزء ده انا مش هدخل السوق تاني خلاص. اوكي، انا منتظر هنا، منتظر كل ده، انا منتظر الشموع في المنطقه دي، منتظر انا هنا منتظر. طب هنا الشموع حصل بالشكل ده، انا منتظر مش هدخل. طب ايه اللي حصل؟ راح حاصل لي هنا. بص بقى يا شباب، ده اللي انا بقول عليه.
ان اللي حصل كروس كله في النقطه دي، انا هستنى اغلاق الشمعه دي هنا، هروح داخل برضو من اغلاق الشمعه دي هنا، والصب هيكون بالنسبه لي هنا كده بالظبط كده، يعني كده بالظبط، وهروح نازل مع السعر بتاعي لعند 3. اوكي، ايه اللي هيحصل؟ هلاقي نفسي الى الان هو ما وصلش لسه للهدف الثالث، والى الان برضه ما ضربش الصوب، ولكن لو انت ماشي بالاستراتيجيه اللي انا قلتها، ان انت بتاخد الهدف الاول وتكمل مع الماني لاينز، هتلاقي نفسك الهدف الاول انت كسبت منه خلاص، لكن انت طلعت في الجزئيه دي مع اغلاق الشمعه في المنطقه الزرقاء. كده انت يعتبر خدت كل الفرص اللي موجوده عندك. هل واضح كده عمليه البيع يا شباب؟ هل وضحت بالنسبه لك تاكيدات البيع؟ يبقى تاكيدات البيع تاني: رقم واحد، خط الترند العام احمر، الخط الازرق قطع الاحمر لتحت، الشموع تكون قافله عن الماني لاينز، خط الار اس اي تحت المنطقه الحمراء، الترند العام بتاعك كله هابط. طب الشراء عكس كل ده، وعكس كل الكلام ده. وخد بالك يا شباب ان اللي انت شايفه ده على الذهب، اللي هو اصلا تحركاته رخمه. اوكي، يعني كل اللي انت شايفه ده على الذهب. بص بقى، تعال نشوف هنا في حاله الباي بقى. في حاله الباي يا شباب، ما احنا قلنا يا شباب، انت هتطلع من التريده. يعني احنا طب بص يا شباب، انت هتطلع في التريده من التريده امتى؟ اول هام، انت لازم تكون شخص محدد التريده، ان الهدف الاول عندك لازم تطلع بيه. ده اساس في دماغك، لازم تحطه كده، لازم الهدف الاول تطلع بيه. ده اساسي. طب انت عايز تكمل في التريده عشان تجيب اعلى مكسب بيها، هتعمل الاتي: يا اما هتحط لها هدف التالي، الهدف بتاعها 1 ل3، ده الهدف الاخير، وتسيبها وخلاص تطلع منها لوحدها. او لو انت عايز تتابع الطلوع الصح، لو انت عايز تتابع هتسيب التريد نازل طول ما الشموع داخل الماني لاين انت مكمل معاها، ولكن عند اغلاق اول، مش الكسر، لا، عند الاغلاق، يعني عند الشمعه دي لما اغلقت فوق المنطقه، فوق الخط الازرق ده كده، اطلع من التريده خلاص. وضع ده كده. هقوله لك تاني. هنشرحه في عمليه الباي. تعالى هنا مثلا. بص يا شباب، انا باجي هنا بقى في عمليه الباي بتاعتي، إيه اللي بيحصل؟ عكس البيع. او رقم واحد، الشروط بتاعتي: الخط الازرق، الخط الترند العام لونه ازرق. طب خط الاتجاه العام للترندات كلها يكون لونه اخضر برضه، تمام. طيب الخط الار اس اي يكون فوق فوق منطقه ال 50. اوكي فوق منطقه ال 50. تالت شرط، ان الخط الازرق يكون قاطع الاحمر لفوق. طب انا اعرف من هنا يا شباب؟ هتلاقي عندك، بص كده، ركز معايا هنا، هتلاقي بص في ايه هنا؟ في العلامه الخضراء، هي زي ما انت شايف، اللي هي علامه الكروس، معناها ان في قطع حصل للازرق احمر هنا. يعني اول ما تشوف علامه الزائد دي اعرف ان الازرق هو اللي قاطع، كانه بيهيئك لعمليه الشراء. تمام تمام. طيب نيجي بقى دي الشروط بتاعتي. بص يا شباب، الستوب هيكون عندك اكتر من طريقه لتحديد الستوب، وتعالى نتكلم فيها دلوقتي. رقم واحد، انا هدخل تريد، جيت لقيت نفسي التريده هنا مأكده الشروط يا شباب، يعني التريده في الجزئيه دي كده مأكده الشروط. بس انا عايز اسال سؤال عشان اشوفكم فهمتوني ولا لا: هل ادخل تريد زي دي ولا لا؟ وليه؟ ولو ليه؟ ولو لا ليه؟ يعني التأكيد حصل معايا كله من هنا: الازرق قطع الاحمر لفوق، خط الترند العام ازرق، الار اس اي في المنطقه الزرقاء، وهنعتبر ان الترند العام كله اخضر مثلا. هل تريد زي دي ادخلها ولا لا؟ صح يا باسم. يلا يا شباب، ليه؟ ما انا عايز اعرف ليه، ولا ليه؟ لا ليه يا شادي، ليه يا راني؟ ها، لا قول على بعضك، كمان قالوا الكلام على بعضه. ليه يا مجدي؟ صح يا حسين. بالظبط يا محمد، هي دي اللي انا اقصده. صح يا جدا يا شباب. ليه انا مش هدخل التريد يا شباب هنا؟ واحد يقول لك: يا عم هو الكروس حصل هنا وادخل. لا ما تستعجلش، لا مش قصه العالم الرانية. علشان الاغلاق هنا حصل فين يا شباب؟ بص، الاغلاق هنا حصل فين؟ في المنطقه البيضاء دي. لا، يبقى انا اعمل ايه؟ بالظبط، استنى الاغلاق فين؟ استنى الاغلاق في الجزئيه دي يا شباب. لازم يحصل اغلاق هنا. طيب انا جيت دخلت من المكان ده، تعال نشوف.
انا واحد دخلت من هنا. اوكي، دخلت مثلا من المكان ده يا شباب، هنا حطيت السعر بتاعي. هدخل باي طبعا من هنا. الصب بتاعي فين يا شباب؟ بص اقول لك على حاجه. طالما انت داخل في منطقه زي كده، في منطقه زي دي هنا، لو انت حطيت الستوب، شايف انت الماني لاين دي كده، حط الستوب عندها. يعني انت حط الستوب بتاعك هنا، هنا كده. ده مكان الستوب بتاعك، حطه هنا. ده لو انت فين، لو انت في مكان زي ده، تمام. طيب نفترض واحد قال لك انا هحطه والله تحت الترند هنا، ده اقوى ستوب. ركز بقى معايا، يعني انت عندك الحالتين اهو. لو انت عايز تحطه هنا يبقى الستوب في مكان كويس برضو، ايا كان التايم اللي انت هتشتغل عليه، ايا كان اللي هتشتغل عليه. اوكي، ما هي برضو الهدف هيكون نفسه كبير يا شادي، تمام. يبقى الفكره كلها فين؟ ان انا احط هنا. ما خد بالك انت لو جيت تبص مثلا من هنا لهنا، انت بتتكلم في كلام تافه يعني، وبعدين على الذهب. يعني بتتكلم في 25 بيبس على الذهب، يعني 2 دولار اصلا يعني. تمام. وحتى لو جيت اتكلمت هنا، ركز بقى معايا يا شباب، هنا كده، حتى لو بتتكلم هنا في 40 بيبس مثلا على الذهب، مش كبير يا جماعه. الذهب 40 بيبس و50 بيبس و100 بيبس على الذهب مش كبير، عشان تكون فاهم بس. اوكي، اكتب المعلومه دي يا شباب عندك، اكتب المعلومه عندك. الستوب بالمنطقه مش بالمزاج. الستوب بالمنطقه مش بالمزاج. مش عشان انا حسابي صغير او انا داخل بريسك عالي فاروح اعمل ايه؟ اروح حاطط بقى الستوب بمزاج. لا، هو الستوب منطقه. ايه هو المنطقه الاقوى ليه؟ دي منطقه تمشي قويه، ودي برضو منطقه قويه. تمام. اه، اقسم العقد عادي، ده يبقى احسن. ما ده اللي انا كنت بتكلم فيها يا شادي، انك تقسم اللوت بتاعك انت داخل عندك التريده الاولى مثلا بلوت كذا، مقسم اللوت على عدد التريدات اللي هتدخلها واحده، تمام. يبقى انت حاطط الستوب ده هنا في الماي لاينز، هنا بعيد منطقه السيوله بتاعت الشموع اصلا، تمام. وتحت الاثنين الترند دول، والاقوى في المكان ده طالما انت قريب. خد بالك، هل معنى كده ان انا مثلا لو داخل تريده من هنا، يعني انا يا شباب ركز معايا، لو افترض داخل تريده من هنا مثلا، هل اروح اطلب الصب هنا؟ لا طبعا يا شباب. انا بتكلم ده، الكلام ده في حاله ايه؟ في حاله ان ان انت قريب من الترند هنا. تمام تمام. دخلت بقى الترند من هنا، حطيت الصب هنا كده. يبقى انا عندي الهدف الاخير بتاعي واحد لكام؟ واحد لثلاثة. بالمنظر ده هتلاقي الهدف بتاعك اتحقق عادي جدا. تمام. ده كده في حاله ايه يا شباب؟ الباي مع الار اس اي طبعا. طيب نفترض انا دخلت وطلعت من السوق من هنا. طب راح السوق جاي في المنطقه دي هنا وعامل لي اغلاق بالشمعه دي هنا كده، هل اعرف ادخل السوق تاني؟ اه. يعني اعرف ادخل السوق من هنا، اه عادي جدا. هتروح داخل من المكان ده كده، والصب بتاعك لو انت يا اما هنا، يا اما هيكون في المنطقه دي هنا عند اخر اللاين بتاعت المان لاين، او لو عايز الاقوى هيكون تحت اللو دي كده. اوكي، وتطلع مع السوق بتاعك عادي جدا. اوكي، هتلاقي نفسك خلاص اصلا جاب لعند تقريبا الواحد لثلاثة برضو معاك وانت ماشي. ده في حاله الايه؟ في حاله الباي. واضحه كده يا شباب؟ تمام. لو عندك سؤال نقدر نشوف الاسئله. بس كمان عايز اقول لك بعد حاجه يا شباب. هاني، هو انت قلت لنا ان الباي ليه امكانيات معينه او ليه شروط معينه. طب ما هو هنا ما اقدرش ادخل السوق تاني؟ لا. ليه بقى؟ لانك انت اولا لسه خط الترند مقابلك اهو، فده معناها ان هو هينزلك. لو خدت بالك هتلاقي السعر حتى راح جه شويه عليه وراح راجع نازل تاني. يبقى دي حتى لو شروط الباي هنا متحققه ما ادخلش. طب امتى ينفع ادخل يا هاني؟ حتى لو انا عكس الاتجاه هينفع، ولكن بشرط انك انت تكون فاهم. يعني ايه فاهم؟ يعني انت داخل سكالبر. سكالبر انت بتخطف تجري، مش انها ما تكونش بقى انا هدخل عكس السوق اخد منه 100 بيبس و200. يا حبيبي لا، اخطف واجري طالما داخل عكس السوق، ما العلم ده غلط. اوكي. طب السؤال دلوقتي، هاني دلوقتي السوق مثلا بيبقى ماشي في منطقة اللي هو مثلا السعر طالع كده ونازل عامل كده شوية وطالع كده، وبعد كده واخد الحركات بتاعته بالمنظر ده، صح؟ هو انا الاسكانر ينفع او اقدر اعرف منه منطقه الارتداد؟ يعني انا في الاتجاه بتاعي دلوقتي ده كده يا شباب، ده ترند صاعد.
اوكي، ده ترند صاعد كده. حلو. هل انا اعرف منه امتى السعر في منطقه الارتداد اللي هي في منطقه التصحيح اللي هنا دي كده؟ هل اعرف منه؟ اه. بص يا سيدي، اول هام تعال نشوف كده. انت السعر نازل دلوقتي اهو، نازل معاك، نازل 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 نازل، انت في منطقه هبوط. هنعرف انه هيصحح لفوق امتى؟ اول ما بدا يحصل اغلاق لشمعه فوق الاثنين الموفنج اللي هنا دول، او الترندين الصغيرين اللي هنا دول. اول ما حصل اغلاق فوقهم، انت دي منطقه تصحيح. هتلاقي حتى السعر طلع شويه وراح ايه نازل. بص كده، هتلاقي حصل اغلاق طلع شويه هنا، دي منطقه كونسوليديشن مالناش فيها. هنا بقى ايه اللي حصل؟ اغلاق كسر اهو، كسر الشمعتين الاثنين ترند، كسر فوق صح؟ راح مصحح وراح نازل. بص كده اهو، هنا دي منطقه كونسوليديشن مش هدخل بيها. لو جينا نشوف على اي زوج ايا كان هو ايه، هتلاقي نفس الكلام اللي احنا بنقوله. تمام يا شباب؟ يعني هي دي منطقه كونسوليديشن اهو، دي انا منطقه ما ادخلش فيها. يعني انا عندي هنا كل حاجه بتقول لي ادخل في الباي فقط. يعني انت متخيل يا شباب، انت لو داخل مثلا تريد على الباوند النيوزيلندي في الباي، انت في دخول قوي جدا، لان الترند من الخمس دقائق لحد اليومي صاعد. يعني انت في عمليه صعود اصلا. تمام. واضح كده يا شباب؟ في منطقه ال 50%. اه اهي اللي تحت دي، الار اللي تحت ده كده، هو عندنا اللي هو المافي، المافي ترند اللي تحت. انت لو دخلت هتلاقيه عندك، لو ضيف الار اس اي عادي هيقضي معاك الغرض. اوكي. هتلاقي منطقه ال 50 تعرف تعملها، او ما فيش ابعت لي بس على الواتس وانا اقول لك تظبطها ازاي او تجيبها ازاي. دي كده يا شباب فكره. ان ده لو جيت حتى يا شباب على اي زوج ايا كان هو ايه، يعني لو جيت على اي حاجه، يعني بص حتى على البيتكوين، يعني الناس اللي بتتريد على الكريبتو نفس الفكره بالظبط اهو. بص كده، يعني بص انت اهو، حصل الرفع، نزل السعر اهو، نازل معاه من هنا، طلعت من السوق سايب المنطقه اهو، حصل اغلاقات، نازل هنا نازل هنا. منطقه زي دي انا مش هطلع فيها، مش هدخل انا هنا خلاص، مش داخل ليه؟ انا عكس السوق. واضح يا شباب؟ لا، مين قال كده؟ يعني مفيش الكلام ده. مفيش حاجه اسمها ان عكس السوق. طب ما انا مثلا كنا على البوند نيوزيلاند دلوقتي، ما هو كله مع بعض. اوكي، يعني على فكره انا جايب فريم الدقيقه يا شباب، يعني عشان بس ايه يدينا شكل فرص كتير عشان اعرف اشرحها لكم يعني. لكن لو رحنا للاربع ساعات مثلا، هتعرف تشوف برضو انه ايا كان التايم فريم برضو مش شرط. يعني اهو لو جينا نشوف إن دلوقتي حصل عندك التاكيدات بتاعتها، حصل اغلاق اهو في الماني لاين هنا، تمام؟ انت طلعت مع السعر، طلع من هنا من اول اغلاق هنا كده، راح جاب لك 60 بيبس. على فكره عارف يعني 60 بيبس اصلا يا رانيا؟ عملت التارجت يومين. يعني انت كل اللي انت محتاجه يا شباب في اليوم 30 بيبس تقريبا او 40 بيبس بس. هو اهو في التريده طلع جاب لك الايه التارجت بتاعك. اوكي. لو رحت لاي حاجه اي زوج ايا كان هو ايه تاني، هتلاقي نفس الفكره بالظبط اهو. طبعا دي منطقه كونسوليديشن. بص يا شباب، تخيل كده انت معايا، لو انت اصلا يعني انت شغال انت في منطقه كونسوليديشن من امتى؟ يعني تخيل مثلا ان انت في المنطقه دي من هنا لحد النهارده. يعني انت في منطقه كونسوليديشن على النيوزيلاند فرانك مثلا من يوم الجمعه. يعني الجمعه والنهارده طول. تخيل لو انت داخل تريدر، انت مش عارف نفسك انت رايح فين، لكن عشان انت معاك المافي سكانر اعرفك ان دي منطقه كونسوليديشن. اقول لك على حاجه، طب ما تيجي نشوف حاجه حلوه. ايه رايكم؟ ايه رايكم يا شباب؟ ما تركز معايا كده في الترند دايركشن كده. واخدين بالكم لون الربع ساعه لونها ايه؟ لونها جراي. هو اصلا قال لك ان انت في كونسوليديشن. اوكي. فانت في ايدك الكنز اهو، تقدر تشتغل بيه وتقدر تعتمد على نفسك بيه. بعد كده هتلاقي نفسك انت مجرد ما احترفت الكلام ده، هتلاقي نفسك انت عندك بالظبط اوكي، هتلاقي نفسك انت عندك استراتيجيات انت بتعملها. ايه ده؟ يعني انت تعرف يكون لك استراتيجيه على السكانر على فكره ينفع والله. ايه ده بجد؟ بجد. يعني ينفع انا اعمل طريقه شغل بيا خاصه بالسكانر هينفع، وهتعرف انت توصل للكلام ده. ده الداو جونز اهو، دي في منطقه برضه هنا، هتلاقيها في منطقه مثلا عرضيه دلوقتي. اوكي.
تمام يا شباب، واضح كده بالنسبه لكم؟ يبقى كل حاجه بقت بين ايديكم. انت هتيجي في فتره من الفترات زي ما قلت لك، هتبقى انت عارف ان في استراتيجيات انت تعرف تشتغل بيها بنفسك، في استراتيجيات انت تعرف تعملها انت بنفسك، وتعرف تحط لها الاسم معاك يا شادي، وتعرف تحط لها الاسم اللي انت عايزه كمان علشان تقدر تطبقها وتقدر تنفذها وبنفسك انت. بس انا عايز اقول لك على حاجه. ايه الذهب الحي؟ مش فاهم يا شادي. لكن القصه فين يا شباب؟ القصه هتيجي منين؟ من التطبيق كتير. التطبيق كتير على الديمو الاول، على الديمو الاول، على الديمو الاول، على الديمو الاول، على اهو بقى بكررها لك، اهو بكررها لك. على الديمو الاول ما ينفعش تروح تتعلم اول حاجه تعملها. في اخواتنا بقى الحبايب بيعمل ايه؟ بيروح واخد تريده، ياخد كل الكونفرميشن بقى وعلى الديمو وربنا ييسرها معاه والتريده تكون تمام. فيبدا يعمل ايه بقى؟ الجلاله تاخده. لا يا باشا، انا اصلا بقيت فاهم السكانر اصلا. يا ابني يا ابني استهدى بالله يا جماعه، حد يمشي مكبر اذان في ودنه عشان يهدى كده؟ لا يا جدعان والله انا بقيت فاهم السكانر اصلا. ليه يا حبيبي؟ انا واخد تريده حالا كسبانه 3 دولار. يا ابن اللعيبه، 3 دولار واخدها من على سكانر. اه حبيبي مفيش الكلام ده. حبيبي انت لازم تطبق اسبوع اتنين تلاته. طبق وشوف. طبق اه اجهز هتلبس فعليا. يعني لازم تطبق يا شباب مره اتنين وتلاته لحد ما تفهم. يعني ايه اللي تفهم يا شباب؟ يعني اسالك سؤال. هو انت لو فتحت السكانر وبصيت بعينك دلوقتي تعرف انك تاخد فرصه ولا لا؟ لا صح؟ يبقى لسه عليك شويه. انا مثلا بفتح السكانر نظره سريعه كده في اقل من دقيقه، بعرف ان انا هدخل سوق ولا لا. اوكي، لازم تعمل ده. طيب تعالى اوريكم حاجتين كده اخرى، وبعد كده اقول لك انك انت هيجي لك الوقت الفعلي انك انت بنفسك هيكون عندك استراتيجيات بتاعتك انت وتطبقها بنفسك انت. بعد شويه هيكون معانا حد عايزك تسمع ليه. هو شغال بقاله كتير جدا على سكانر وعنده طريقه بيشتغل بيها. بس قبل ما الشخص ده يكون موجود، انا عايز اوريكم حاجتين. الاول يا شباب، قبل ما على ما اجيب الحاجه دي، عايز اسالكم يا شباب ايه رايكم في اللي سمعتوه؟ ايه رايكم في اللي سمعتوه يا شباب؟ ايه رايكم في مافس كانر؟ اوكي شكرا ليكم. الشباب ما طلع لسه عشان اول مره بس. اوكي. فين التحديث؟ تعالوا اوريكم بقى الناس اللي عماله تسال على التحديث بس والله. انا هبعت لكم رقم البروجرام، البروجرامر، وانتوا روحوا له يعني. اوكي بالظبط. يعني يكون ان شاء الله متاح، واقول لكم بكلموني بس تخلص كده واقول لكم تقدروا توصلوا عليه ازاي يعني. اوكي بصوا يا شباب، هوريكم حاجه. آه دي التحديث اللي هيكون موجود ان شاء الله. لا مش ده اللي انا عايز اجيبه. فين؟ اه هو ده. بصوا يا شباب، ده التحديث ان شاء الله هيكون موجود معاكم، بس بيخلص في حاجه معينه. تعال اقول لك التحديث ده فيه ايه. بص كده يا شدي. رقم واحد انك انت هيكون عندك اصلا تريده جاهزه. اوكي، يعني انت هيكون عندك السكانر بيديك تريده جاهزه اصلا، سيل على طول مثلا اهو، والاهداف بتاعتها والستوب بتاعها وكل حاجه. بس كده لا، كمان هتلاقي ان انت هنشوف مع بعض حاجه دلوقتي، ان كمان لما الهدف الاول بيتحقق بتلاقي الستوب بيتحرك يتحرك لحد ما الهدف الثالث بيجي. طيب تاني حاجه هيكون في تحديث متاح معاكم ان شاء الله. لو خدتوا بالكم هنا كده هتلاحظ ان في حاجتين هنا زياده. اوكي، الاس تي وده السترينث.
يعني قوه الترند الحالي دلوقتي. يعني انا دلوقتي الترند بتاعي، يعني انا مثلا هدخل على الترند امتى؟ طول ما الترند يبدا من عند 25 فيما فوق، معناها ان انا في الترند اتجاهي، فانا هقدر ادخل التريده. هتتفاجئ بايه؟ ان لون السترينث الاحمر ده بيتحول لاخضر اصلا. اوكي، يعني هتلاقي ده كده متحول معاك لايه؟ للون اخضر. تمام. طيب يعني الاسترينث فوق ال 25 كمان. دلوقتي يا شباب هسألك سؤال، هو ايه الجلسه اللي شغاله دلوقتي؟ ايه السيشن اللي شغاله دلوقتي؟ انا عايز اعرف نفسي في لندن، نيويورك، اسيا مثلا. انا عايز اعرف السيشن بتاعتي. بص كده، انا دلوقتي السي اس ده، وهي انت اول ما تشوفها هنا اول ما تشوف ان واي ده باختصار لنيويورك، يعني انت هتبقى عارف نفسك ان انت حاليا في نيويورك. تمام جدا. اوكي. طيب بس كده لا، الاسكانر يا شباب بعد كده هيدي لك بوكس. البوكس ده يعني انا مسميه الجولدن زون، الجولدن بوكس قصدي. بس انا عايز اقول لك ان مش ده، مش انت مش هتسميه الجولدن بوكس، انت هتسميه البوكس السحري. انت هتسميه البوكس السحري. ايه هو البوكس السحري ده يا شباب؟ البوكس اللي انت شايفه ده. اول ما هتشوف البوكس ده مع علامة الصاروخ، انطلق. انطلق باقصى سرعة. انطلق ايا كان الاتجاه، ايا كان الاتجاه انطلق. يعني انت، يعني يا هاني بعد ما نشوف البوكس ده، انا مش هدور على كونفirmation ولا هتدور على اي بتاع. اول ما هتشوف البوكس انطلق فقط. بس صاعد هابط انطلق. اوكي. بس طب على ايه بقى؟ ده هيكون من التايم فريمز اللي شغال عليها. بقول لكم ايه احسن اقوى بعد كده لما نيجي نعمله. بالظبط يا عبد الجبار. الصاروخ يعني تنفيذ فوري. ومعنى كلمة مع وجود الصاروخ فوق كده معناها ان التريده سيل، ولو الصاروخ تحت يبقى التريده باي. لا ملهاش اي علاقة لا بترند ولا مش ترند. دي حاجة كده هعملها في الاسكانر. عموما اول ما تشوفيها يا تبيع تشتري. الصاروخ فوق هتبيعي، الصاروخ تحت هتشتري. اوكي. دي حاجه. تعالى اوريكم حاجه اخيره بقى، عشان الشخص اللي انا عايزه يكون معاكم، اللي انا شخصيا متحمس ان انا اسمعه النهارده. وركز معايا. اخر حاجه عايز اوريها لكم يا شباب، ودي لسه حاجه بعلن عليها معاكم قريب جدا يا شباب. ان شاء الله في خلال شهر يمكن، او شهر ونص ان شاء الله. هيكون يمكن في خلال الشهر، شهر ونص ده، هيكون السكانر التاني موجود معاكم. اسمه اوندا سكانر. وكلمة موفي اللي هي يعني أزرق بالتركية، وأوندا معناها الموجة. الموجة بس بالإيطالية. اوكي، يعني انت من الاخر معاك موفي فانت يومك ازرق ان شاء الله. معاك اوندا فانت هتركب الاتجاه بتاعك وهتطير. اوكي. فده حاجه هتكون موجوده ان شاء الله قريب جدا 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 جدا، هتكون متاحه معاكم. كنت بقول لكم من شويه انك انت بالسكانر تقدر بنفسك، انت انك انت تقدر تعمل استراتيجيه مع نفسك. الشخص اللي بكلمك النهارده وجاي بيقول لك انا عملت وعملت وعملت، انا ما اخترعتش الذره ولا حاجه. بس عايز اقول لك ان كان في فتره من الفترات انا كنت بقول للشخص اللي دخلني الشغل ده، انا ندمان ان انا موجود في شغل زي ده، ندمان ان انا اشتغلت في الشغلانه دي. بس انا عايز اقول لك على حاجه، القصه كلها كان في التدريب والتعليم. قلت لك انك انت تقدر تعمل استراتيجيه خاصه بك انت وتشتغل بيها وتعمل بها نتائج حلوه جدا. تقدر تعمل الكلام ده. علشان كده حالا دلوقتي هيكون معانا شخص هيشرح لك الطريقه اللي هو بيشتغل بيها. الطريقه اللي هو بيشتغل بيها اللي هو عملها على الاسكانر. انا حبيت الطريقه لسببين اقوياء جدا. السبب رقم واحد وهي فكره ان هو بيدخل بلوتات عائله جدا، لوت معقول جدا ولكن نتائجها مبهره جدا.
النقطة رقم اتنين، وهي فكرة إن أنا مش محتاج أقعد طول اليوم أو طول الأسبوع قدام الشارت. هو بيدخل في الأسبوع كله حوالي 4 أو 5 تردات فقط لا غير. أوكي، علشان كده عايز أقول لك إن الشخص ده برضه هو كل ما في الأمر هو مش خارق عنك ولا أنا خارق عنك. الراجل ده كل ما في الأمر اتعلم الأساسيات وبدأ يطبق على الديمو ويطبق على الديمو كتير لحد ما احترف الطريقة دي. بعد كده بدأ يعمل بيها النتائج الحقيقية. علشان كده هيكون معانا حالا دلوقتي عصام عبد الرحيم، هيبدأ يقول لك ايه هي الطريقة اللي هو بيستخدمها على السكانر. المايك معاك يا مستر عصام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامعني كويس؟ السلام عليكم، سامعني كويس؟ لو الصوت تمام أكدوا عليا. بص، طيب أعرفكم في البداية، أنا عصام عبد الرحيم، 27 سنة، من محافظة جنة. دارس كلية تجارة، كلية الشعب. تمام، ما اشتغلتش بيها الحمد لله من بعد الميري بتاعي على طول. اتعرفت على الأونلاين بيزنس، وتعرفت برضو على التيم الجميل الرائع اللي أنا موجود فيه. تعرفت على مستر هاني العطار، كان من أفضل الناس اللي أنا عرفتهم في حياتي، وهو اللي غير مصيري أصلا في الأونلاين بيزنس، لأننا كلنا عارفين ان المجال جميل وقوي جدا، بس محتاج مننا ان احنا نلاقي الشخص اللي يوجهنا صح. بصوا، من غير مقدمات كتير ندخل في الاستراتيجيه اللي انا عملتها. هي بكل بساطه هي واضحه من اسمها. اسم الاستراتيجي اسمها ايه؟ اسمها 5 4 3 543. بكل بساطه هو كل رقم من الارقام دي هو بيرمز لحاجه بسيطه. بس طبعا الاستراتيجيه معتمده بنسبه 100% على كل اللي قاله كوتش هاني من تاكيدات. ازاي؟ لان الاستراتيجيه هنا هي معتمده على السكانر، فبالتالي احنا محتاجين نكون التاكيدات تحت السكانر موجوده معانا بنسبه 100%. يعني احنا هنشتغل بالتاكيدات دي. اه، هنشتغل بالتاكيدات دي. مستر هاني، معلش اديني هوست على الجهاز الثاني. على اي جهاز انا بص، كده هو بشغل. الشير شغال كده بشكل عام يعني. طيب تمام، زي الفل. طيب الطريقه بكل بساطه، احنا قلنا 400، قلنا 543. تعالوا نفسر كل رقم من دول هو إيه. رقم 5 هو بيرمز، احنا دلوقتي اسبوع الفوركس بالنسبه لنا هو 5 ايام في الاسبوع، فبالتالي احنا بنشتغل من يوم الاثنين لحد يوم الجمعه. فبالتالي كده ده رقم 5. طب انا كده حددت لنفسي هنا كمبدا اول في الاستراتيجيه ان انا مش هدخل غير 5 دخولات بس على مستوى الاسبوع بتاعي. ده رقم 5 بكل بساطه وبكل وضوح. طيب تعال نروح بعد كده رقم 4. يعني ايه رقم 4؟ رقم 4 هو التايم فريم اللي انا بشتغل عليه، الا وهو ال4 ساعات. طيب كده احنا عرفنا ان احنا على مستوى الاسبوع بندخل 5 فرص. فرصه واحده هي كفيله لليوم كامل. بدل ما انا بدخل اكتر من فرصه على مستوى اليوم، انا خلاص الاسبوع كله هدخله 5 فرص بس. هشتغل على تايم فريم ال4 ساعات. هو اولا تايم فريم ال4 ساعات هو تايم فريم كبير. ف لما هتشتغل عليه هتلاقي ان عدد البيب بتاعتك اصلا بتاخد عدد بيب كبير جدا، فانت مش محتاج ان انت تدخل صفقات كتير. طب تعالى نتكلم برضو ببساطه عن الرقم الثالث، وهو رقم 3. وانا بعتبره هو الرقم الذهبي في الاستراتيجيه. ازاي؟ طب احنا بكل بساطه اي تريدر هو فاهم بيدخل على مستوى اليوم، هو بيدخل اكتر من مره على مستوى اليوم بدخول واحد. زي ما يكون هو عامل اداره راس المال بتاعته بنسبه 1% 2% ايا كانت. بس انا هنا الطبيعي بتاعي ان انا بدخل 1% لكل صفقه. طب انا كده هدخل اكتر من دخول على مستوى اليوم، يعني انا ممكن ادخل من 3% ل 5% في اليوم كله بتاعي. طب انا عملت العكس، خليت كل دخول من 5 دخولات هو كفيل بدخول اليوم كله. يعني انا كل دخول من دول هدخله ب 3% من قيمه راس مالي. ده بكل بساطه. لو احنا طبقنا ده الكلام ده على تايم فريم ال4 ساعات، وطبقناه بنفس الاستراتيجيه اللي كان بيتكلم بيها كوتش هاني ونفس التاكيدات، هتلاقي النتيجه مهوله. طب ازاي؟ هو الشير واضح؟ مش عارف. طيب تمام، مفيش مشكله. هو بس الجهاز على شويه. طيب احنا زي ما احنا اتكلمنا، مستر هاني كان بيتكلم على تايم فريم صغير، احنا هنا بنتكلم على تايم فريم كبير. اولا هو التايم فريم ال4 ساعات هيعمل معانا حاجتين. احنا هنقدر ناخد منه عدد بيب كبير جدا، زائد ان على مستوى اليوم احنا قلنا كل الاسبوع كله انا مش محتاج اكتر من 5 دخولات. فبالتالي انا على مستوى اليوم كله يوم مقسم
لست اربع ساعات. يعني يومي فيه اكتر من اربع ساعات، بس انا في الاستراتيجيه هنا قلت خمس دخولات فقط. مع ان اليوم بتاعنا احنا فيه برضه هو ست شمعات، بس شمعه الساعه 12 احنا بنبعد عنيها خالص في تايم فريم الاربع ساعات. كل اللي فاهم تداول هو عارف ان السبريد بيكون عالي في الوقت ده. فبالتالي احنا عندنا خمس مرات على مستوى اليوم. احنا بس كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنلقي نظره على الشرط قدامنا، هنفتح موف سكان. كل اللي هنعمله انا لقيت كل التاكيدات موجوده عندي عن تايم فريم الاربع ساعات، عندي الترند العام هو موجود، الاثنين موفنج هم موجودين مظبوطين، الاتجاه بتاعي هو صاعد، المؤشر بتاع الوقت برضه هو صاعد، الار اس اي برضه هو صاعد. كده كل المؤشرات بتديني ان انا هدخل صعود على تايم فريم الاربع ساعات، هاخد اكشن منها. بس في حته صغيره لازم تتاكد منها قبل ما تعمل كده. لازم تنتقل من تايم فريم الاربع ساعات وتروح لتايم فريم الواحد اسبوع. طيب ليه احنا بنعمل كده؟ احنا بناخد الاتجاه العام للسوق. لو الاتجاه العام للاسبوع هو مختلف عن اتجاه الاربع ساعات، انا مش هدخل الصفقه حتى لو مداني كل التاكيدات، حتى لو مداني كل التاكيدات. الموضوع بكل بساطه. ودي تريده انا واخدها من يعني هي ماشيه في الاسبوع الثالث. جابت اول تارجت ليها، مش معنى ان هي مشيت في الاسبوع الثالث او انا موجود حاليا في الاسبوع الثالث منيها ده معناه ان هي بتاخد وقت طويل. لا بالعكس، التريده ممكن تجيب التارجت الاول اللي هي واحد لثلاثه، ممكن في خلال اسبوع. التريده مش بتكتفي بواحد لثلاثه بس، التريده ممكن اصلا تعدي واحد لثلاثه، ممكن توصل لاضعاف الدخول اللي احنا داخلينه. يعني انا هنا متارجت، انا خلصت واحد لثلاثه، انا هنا متارجت واحد لست. يعني انا هنا عامل تارجت اكتر، يعني عامل التارجت الشهر كله. ليه؟ بكل بساطه انا كل دخول داخله انا داخله ب 3%. معنى كده لو انا التريده بتاعتي ضربت الهدف الاخير اللي هو الهدف الثالث، كده انا عملت 9% في تريده واحده بس. طب انا هنا بتارجت على ان انا هاخد 6%، هاخد الضعف. انا بالنسبه لي الهدف الاول هو ال 3%، بس بامن زي ما اتكلم مستر هاني. طبيعي التريده اول ما تجيب 1% لازم اعمل تامين. طب انا هنا عامل 21%، يعني التريده دي لما تضرب معايا 6% انا عامل 21%. ده تارجت، ده تارجت يعتبر اسبوعين في تريدر. فلك تتخيل باقي الدخولات على مستوى الاسبوع. الاستراتيجيه هي سهله وبسيطه، هي بس نمط تداول مش اكتر. لو انت احترفت والتزمت بيه هتقدر تعمل بروفيت عالي جدا جدا جدا. ده الموضوع بكل اختصار. والموضوع مش صعب، هو كل اللي احنا محتاجينه ان احنا نطبق مره واثنين وثلاثه. وحابب ابارك لمستر هاني على السكانر الجديد وكل التيم اللي انا موجود فيه. الف مبروك لينا كلنا، وانا كنت سعيد ان انا كنت موجود معاكم. اوكي يا انت عصام. معايا يا كابتن هاني؟ انا خلصت. انا الموضوع سهل ماشي. جدا اصلا وبسيط، يعني مش محتاج تاكيدات كتيره جدا. انت هو اصلا مبني على التاكيدات اللي انت قلتها قبل كده يا كوتش. جميل جدا. هي دي الفكره اللي احنا كنا بنتكلم فيها يا شباب، انك انت النهارده تقدر تعرف توصل بطريقه معينه لنفسك انت، وبتعرف انت تشتغل بيها اصلا. بس هي القصه بتيجي منين؟ بتيجي من فكره تجربتك انت الشخصيه، انك انت راجل بيجرب الحاجه مره واثنين وثلاثه واربعه، بعد كده انت بتبدا تطبق على الحاجه دي. فانت كل اللي عليك النهارده تبدا تطبق على الاسكانر مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، لحد ما انت نفسك هتتفاجئ ان في طرق تدخل فيها. افضل وقت انت بتدخل فيها محمود، هي الفكره كلها ان يكون توتال الكونفirmation قدامك. اوكي، توتال الكونفirmation قدامك، مش محتاج اكتر من من كده يعني. تمام. طيب امتى تدخل؟ اكيد الدخول بتاعك انت مثلا في وقت الصبح كده بتبقى فيه سيوله حلوه، يعني بقى من 7 8 كده هتلاقي ان في سيوله حلوه تعرف تدخل فيها. يعني بالليل كده هتلاقي ما فيش سيوله معاك يعني. فانت افضل كونفirmation زي ما قلنا ان يكون كل لو انت داخل في السيل كله احمر، داخل في الباي كله ازرق معاك، اوكي، عشان يقدر يدي لك تدخل في الاتجاه بتاعك. هيكون عندنا تدريب مره واثنين وثلاثه على الاسكانر، بس في حاجات ادفانسد بعد كده هنبدا نتكلم فيها. يعني في حاجات اصلا في التحديث كتيرة جدا هتكون موجودة الفترة اللي جاية. وإن شاء الله كمان أوندا هينزل خلال شهر أو يمكن أقل كمان. هو أنا عايز ينزل يمكن كمان أسبوع، بس أنا بديله مساحة شهر عشان يكون في كل الابديتس اللي انا عايزها تكون خلصت. اه يا شادي لازم. فهي دي الفكره يعني. خلينا يا شادي هقول لك تعمل ايه. فدي القصه كلها خاصه بالسكانر. لو في اي اسئله عندكم بعد التجربه ولا حاجه او حاجه مش واضحه،
اه الفيديو هنزله على اليوتيوب ان شاء الله، على قناتي في اليوتيوب. اي حاجه مش واضحه معاكم بعد كده ابعتوا لي على الخاص، اسالوني على الحاجه اللي انتم مش واضحه معاكم وانا هوضحها لكم. وعايز اقول لكم على حاجه، عصام ان شاء الله مش هيكون دي اول استراتيجيه ليه على السكانر، ومش هيكون اول واحد او مش هيكون اخر واحد، لان كل استراتيجيه على السكانر انا متاكد الفتره اللي جايه هيكون في ناس كتيره جدا منكم ليها استراتيجيات خاصه هو بيقدر ياخدها على السكانر، والسكانر يقدر يديله مناطق دخول تانية. خليني اقول لك كمان على اخر حاجه نقدر نقفل بيها اليوم بتاع النهارده، وهي فكره ايه بالظبط. تعال نشوف انك انت كمان تقدر تدخل مع الاتجاه اكتر من مره يا شباب. يعني انت مع الاتجاه بتاعك هتقدر تدخل اكتر من مره. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو افترضنا على سبيل المثال ان انا دخلت من هنا، لما حصل الكروس في الحته دي انا دخلت تاني، لما حصل كروس في الحته دي وقفل هنا دخلت تالت. طبعا دي منطقه انا مش هدخل فيها كلها هنا، دي منطقه مش هدخل فيها هنا. حصل كروس هنا انا دخلت تاني، طلع قفل فوق ورجع قفل هنا تاني انا دخلت تاني. كل ده انا مش هدخل فيه لان هو عكس الاتجاه. كل الكلام ده دي حاجات عايزين نشوف برضو اي حاجات تانية. ايا كان الازواج اللي انت تقدر تشتغل عليه زي ما انا قلت لك، دي حاجات تقدر تدخل فيها السوق مره واثنين وثلاثه. زي من هنا دخلت من هنا ورجعت، مثلا دخلت من هنا كده رجعت مثلا، كل ده كل دي فرص مش اوكي. دخلت اهو من هنا كده، كل ده مش اوكي، رجعت دخلت من هنا. دي مناطق طبعا ده سيل، انا بقول لك كمثال، بس طبعا انا هنا مش هدخل في السيل لان هو الترند كله عندي صاعد. اوكي، فانا مش هدخل في السيل يا شباب. واضحه يا شباب؟ دي كده حاجه بسيطه كنت حابب ان انا اكد عليكم فيها. آه، بص يا شادي، اي زوج اشتغل عليه، اشتغل على اللي انت عايزه. عايز نصيحتي انا مثلا، اختار لك ثلاث اربع زوج وخليك دايما مركز معاهم. خليك مثلا في اليورو دولار، باوند دولار مثلا. ولو هتاخد الباوند دولار او اليورو دولار خد واحد منهم، يعني بلاش الاثنين، لان هم هتلاقيهم في يعني في حاجه اسمها توافق الازواج هبقى نتكلم فيها بعد كده، هتلاقيهم تقريبا واحد يعني. في عندك مثلا دولار ين، الباوند ين، اليورو ين مثلا. اليورو نيوزيلندي حلو على فكره، تقدر برضو تشتغل عليهم. سبريد عالي شويه بس حلو في شغله. يعني تقدر انت تختار الازواج، يعني انت حدد ثلاث اربع خمس ازواج وخلي دايما شغلك عليها، هتحفظ حتى بعد كده حركه السعر بتاعته. اوكي. يعني وبلاش ان هي تقعد تتنطط من هنا لهنا، عشان هي ركز على حاجه واحده هتنجز معاك. هقول لكم بكلموني على الخاص ولا لكم. كنت مبسوط ان انا معاكم، وكنت سعيد جدا ان احنا مع بعض النهارده في تدريب رائع زي كده. وهو رائع عشان انا التقيت بيكم، عشان النهارده اتكلمنا بقالنا كتير ما دخلناش زوم. كلمني يا احمد اقول لك تحصل عليه ازاي. وما دخلناش تدريبات. ان شاء الله الفتره الجايه هيكون بس عندنا تدريبات كتير، بس انا كان مشغول بس فكره السكانر واخد وقت كبير جدا عشان يخلص. شكرا يا عصام، شكرا لكم كلكم، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.